السلام عليكم اخواتاتي، كي راكم دايرين؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير في صحة جيدة يا رب. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديد عند اختكم امينة. اليوم جيت نحكي في موضوع مهم بزاف، يهم الناس اللي مرض واللي بصحتهم. اليوم جيت نحكي لكم كيفاش ما بين ليلة ونهار درت اوبيراسيون، ومشي اي اوبيراسيون يعني على ظهري. وراكم عارفين الظهر كيفاش بلا ما نحكي لكم. ديجا درك هذا هنايا هذا الروتين ولا هذا الفلوغ اللي نصور فيه. هنا كنت رايحه عند طبيب مي على جال ركابيه ماشي ظهري. هنا باينه بلي وجدت بيجاما باسكو الطبيب راح يقلب ركابيه وقاعديك، يعني ديروا حسابكم تروحوش بعبايه ولا فندق، يعني لازم بيجاما. المهم قبل ما ندخل في صلب الموضوع اخواتاتي، جمال الفيديو اشتراك في القناة اذا كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي، وفعلوا لي هذاك الجرس باش يوصلكم كل جديد، وخلوا لي رايكم في التعليقات. لا ماشي رايكم، ادعوا لي البنات، ادعوا لي في التعليقات ربي شافيني. والله مانيش طمعا نرجع كيما كنت، مي باغيه غير نبقى نمشي هكذا وندرج كيما يقولوا، باش نكبر بنتي، هذا ما كان. المهم اليوم راح نحكي لكم كيفاش درت العملية على ظهري ما بين نهار وليلة، ولا في نهار وليلة. انا كان يضرني ظهري مي شويه، زعما ماشي لهذيك الدرجه من داك، سورتو كي ندوش وكاع، وانا جايه من الباس. انا اصلا عندي البروده، انا انسانه ما عندهاش كسوه الشتاء والو. على هذه كنت ننظر شويه. ومؤخرا كي وليت ساكنه نعاود في الدار وكاع، وليت نرفد كلش وحدي باسكو مكاش في الدار غير انا. مي فورسيت بزاف، تخيلوا. كاين واحد صندوق تاع حديد هكذا، بالك ما على باليش شحال فيه، 30 ماشي 30 كيلو 40 كيلو ولا ما باليش على 50 كيلو. تخيلوا طلعته لفوق السطح، وعاود هبطته ندمر فيه في لي زيسكالي ونجبدو منه. تخيلوا لو كان طحت، لو كان قسمني بعيد الشر بعيد الشر يا ربي. مزيه كيما يقول لك سلكت على خير، لو كان طحت به يا لطيف. كي نتخيلها لحمي يشوق. قلت لكم فورسيت بزاف، صوالح صغار كاع مانيش حاطه، ما حطيتش معاهم، هادو غير الكبار. يعني رفدت ثقل كبير. شوفوا هنا هذا هو جزء من الغضروف اللي نحولي، واللي زادت فاني ضرتني بزاف. كي كنت نبنتر خزانتي حولتها في وسط شومبرا. كي حولتها المره الاولى نحيت منها الكسوه وهذوك الواحد تاعها، بصح كي بنترتو كامل. تخيلوا العجز، شوفوا العجز وين وصلني، شوفوا الانسان اللي يحقر بصحته. عندي خزانتي جايه مكمونديه وثقيله ثقيله، هذاك اللوح تاع بكري هذاك الثقيل هذاك، يعني صح ثقيله. حتى الواحد تاعها لداخل هذوك اللي نطبقوا عليهم الكسوه وجايين ثقال. شوفوا بيها بكسوتها بالوحة بكل شيء، عاودت دمرتها للحيط. تخيلوا كي كملت راني شافيه، قلت لبنت اختي، قلت له راني حاسه ظهري خلاص، اقسم بالله بهذه الكلمه. فما خلاص هذيك الضربه اللي كملت عليا. ما فما وليت هكا كي نقعد نطول ننظر، كي نقعد على الطابوري وكاع ننظر، كي نقعد بلا ما نتكا ننظر. من بعد حكمني ولا يضرني شغل، ولا يضرني رجلي من الفوق للتحت، كيما حنا نقولوا عرقلاسه ولا عرقنسه ولا عرقلاسه، كل واحد وكيفاش يسميه. ولا يحكمني من صباح لصباح، سورتو كي نبرد هكا، ودائما من صباح يحكمني، ماما انا شومبرتي دافيه ويحكمني صباح. كي ولا يزيد عليا رحت فوت. ايوه، قلت لطبيبه ديري سكانر. انا شربت هذاك الدواء وما درت سكانر، ريحت عليه صراحه. ومن بعد واحد اليوم كانت عندي طريق وخرجت بكري وما كنتش لابسه مليح، شغل فماك وين عطبته صاي. كي رجعت للدار كنت نورمال. كي رجعت للدار انا رقدت، فطنت على 12 تاع الليل، فطنت في حاله، شفتو في حاله صدر رهيب. انا انسانه صبوره بصح ماشي غير وليت نبكي قريبه هبلت، وليت نبكي بصوت كيما الدراري ولا اكثر ولا المهم مش بكى عادي ومش سطر عادي، كارثه لا يبلي به انسان. ظليت معي صابره، درت كاع لي بوماد اللي عندي، شربت الكاشيه تاع سطر والو. من ولات 3 ما قدرتش. قلت لبنت اختي صايبه نموت انا. عيطت لومبينوس، جاو داوني سبيطار، داروا لي برا. هذيك البرا كالمتني، هذوك 5 دقائق تسيتو.
كي عاود وليت راجعه للدار عاود حكمني صدر. فاني تأملوا غير هكذا ندعي ونبكي ندعي ونبكي حتى ولات 6. كي ولات 6 صاي باش زعما تكالميت رقدت شويه من ديك 6 ل8 ونط روح درت سكانر. غير درت سكانر رجعت للطبيبه قالتي عطاتني هكا دواء وقالتي لازم تحافظي على روحك كل منا على 6 اشهر اوبيراسيون. رحت انايا شوفوا يعني ما لازمش ديروا على طبيب واحد. رحت انا سمانه وانا في ذاك الدواء وانا نطلع وانا نشرب في ذاك الدواء ما كان والو. صح بس عليه شويه صدر مي رجلي صاي وليت نطلع ما نمشيش نورمال. انا وليت نقول غدوه من غاد دوك الريح بصح لا ما وليش نقدر نمشي نورمال. كنت كيفاه هذيك عاد 10 ايام عاود شفت طبيب واحد اخر قال لي عندك اوبيراسيون 99%. عاود شفت طبيب ثالث في نفس النهار قال لي اوبيراسيون فان. زدت عاود شفت واحد اخر اوبيراسيون. يعني صراحه الطبيبه الاولى كانت راح تهردني. يعني التاخير ماهوش في مصلحتي باسكو راني كنمتوشي لي العصب ولو كان طول هكذاك بعيد الشر صافي رجلي تبقى هكذاك. المهم طبيب الثالث هذاك ولا الرابع اللي رحت ليه قال لي ديري اليارام وديري التخطيط زعما باش يشوفوا العصب كيفاش راهو داير يستجيب ولا لا. ايا درتهم ومن بعد فاني وراو لي طبيب تاع تلمسان عاودت رحت ليه. غير رحت ليه هو شاف غير سكانير صاي قال لي عندك اوبيراسيون ما كاش حل. تخيلوا مامبا هذاك اليارم ما شافوش قال لي ما عندي لا نشوفوا لا التخطيط ولا اليارم حتى قلت لا ما علي شوفوا. شافهم قال لي اوبيراسيون. تخيلوا درتهم باطل شغل. هو من هذا مختص في العمود الفقري وكاع ومن عنده كفاءه وكاع يعني مسكانر يقدر يعرف ويحدد اسكو عندك عمليه ما عندكش. قال لي ما تحتاجش هذاك اليارم. وانا تعذبت باش درته خياتي اليارم. كي خرجت قلت صاي عبالكم واحد الحاله عشتها كارثه. غير اللي داروها اللي حسوا بيا تحسوا روحكم هكا راكم في قبر. المهم كاش نحكي لكم على ليانا مع هذا وكيفاش. عاودت رجعت للدار قال لي تقعدي اليوم نديرها لك. قلت لا قلت ما كاش كيفاه وما جبت دراهم وكاع. قال لي يجيبوا لك قال لي زعما عيطي. يا قلت في قلبي لما نعيط انا جبني طاكسي اما مريضه مسكينه عندها زهايمر كاش لا خاوه لا ولاد الخاوه لا حتى حاجه. شكون انا اللي راح يجيب لي دراهم ويجيب لي صوالحي ويجي ما كاش. رحت انا وبنت اختي رحت كي قال لك ما كاع جيت نعيط. لوبيراسيون هشعل دير درتها 17 انا ما عنديش داك البري. عاودت نعيط لاختي الله يكثر خيرها يعني باعت نزلتها وعطاتني كملت لي هذاك الباقي. جيت وجدت صوالحي وجدت دراهم وكاع وعاودت رحت مع طاكسي وانا وبنت اختي. صدقوني عبكم اللي غادتني ماشي الخوف ساعة كنت خايفة من العملية بصح اللي غادتني كي رحت هكذا انا كلش نجري وحدي. نجري صح معليش انا رحت نفوت وندير راديوات وكاع وحدي معليش نورمال. بصح تعجري ونوضي ودبري دراهم وحوسي على الطاكسي وروحي وحدك. تخيلي تروحي وحدك هذه بزاف صعيبه. عمرك اللي كانت معايا بنت اختي بصح شغل مرة مع مرة هكا تحسي بالضايع. ولكن الحمد لله شغل ديما نقول معليش الحمد لله واللي ما كاش اللي ما عندهاش راجل تموت. المهم الحمد لله دراهم وست اختي زاد تعاونتني والحمد لله دراهمك هما اللي يقضوا لك بصح هكذا ماشي سهله تكوني وحدك. رحت ودرتها ايوه وخرجت وجيت وكاع. بقيت على كل حال بقيت هكا واحد 15 يوم ولا باش وليت نورمال وكاع. وشوفوا الطبيب صدقوني الطبيب كي شاف زعما كي حكيت له بلي انا ما حكمنيش الصدر كامل. كاين ناس يحكم الصدر 3 سنين 4 سنين ما قبل انا والو. انا ما بين ليله ونهار صاي خلع. قال لي كيف ما شكيتيش كاع من ظهرك من قبل. قلت والو. قال لي شادرتي طحتي اونكسيدو منا ملي. قلت والو. قلت بلي برك فورسيد زعما نخلع. قال لي راكي صغيره وزيد ما كنتيش كاع تشتكي. زعما قال لي باينه بلي فورسيتي بزاف.
وصح انا فرصت بزاف من هذا المنظر. يعني نقول لكم ما تحقروش ما تحقروش، ما تقوليش راني بصحتي ونورمال وكي والو، انا فاني كنت نقول كي والو. وانا صح شغل من جهه انا نرفض الثقل وندير ونخدم شغل، من جهه شغل نعجز على شي صوالح. ويعني اهم حاجه نحقر بها، عجزت باش نحي الكسوه وهذوك الوحم الخزانه ونعاود ندمرها حتى جبتها في روحي. على هذه تهلاو في رواحكم واستحافظوا على صحتكم. صدقوني كي تروح الصحة ما كان حتى بنا والو والو والو. درك انا حاجه ما تغيرني، خلاص ما رانيش وحده على حاجه، ما راني نسخف على حتى حاجه. حلمي الوحيد انه ترجع لي شويه صحتي، يعني شويه برك، ماشي نطبع كيما كنت شويه، غير باش هكذا نقعد نمشي وقاعدتك. وخلينا زعما ظهري نقولوا صحة تاع ظهري شدة وفاتت ونورمال وتقبلتها والحمد لله راني بستحفظ. مانيش ظهري راهو ضعيف زعما صراحة، ما عنديش صدر بصح راني ضعيفة، ما نقدرش ندوش بالكرسي، نصلي بالكرسي، ما نقدرش نقعد على الطابوري، ما نقدرش نقعد بلا ما نتكا بلا ما ندير مخدة في ظهري. وكاع قلت معليش بصح زادوني ركابية، وما مركبية للأسف شغل مش حاجة اللي عندها علاج. ومام في ركابية راني نحقر، عندي 4 أشهر ملي رحت للطبيب وقال لي لازم ريجيم، صافي ما كاش حل، يعطيني مكملات غذائية وصاي. وما قدرتش ندير ريجيم، حسيت حاجة فيا تقول راهي ضدي هكذا، نولي ندير عكس واش لازم، عكس واش يقول الطبيب، عكس واش تطلب حالتي. ما على باليش مين ديسيدي ندير ريجيم نولي نتشهى في صوالح هكا وقاعدتك. ما على باليش لا اكتئاب ولا حالة نفسية ولا انا اصلا حالتي نفسية راهي والو. ونورمالمون انا قلت من ظهري ظهرت بصح ما على باليش، والله ما على بالي كيفاش نوصف لكم هذيك الحاله. قلت لكم حتى لهذه السمانه باش عاد بديت ريجيم، شوفوا 4 أشهر باش عاد بديت. كي رحت للطبيب هذا تاع اللي قلت لكم في الديبي تاع لا فيديو اللي راح عليه، قال لي الا درتي ريجيم ونقصتي 20 كيلو وتهليتي في روحك، قال لي ممكن ما تلحقيش العمليه. قال لي ويلا ما تهليتيش في روحك ممكن 6 سنين 5 سنين 7 سنين، قال لي تحتاجي ديري عمليه، وش من عمليه، تغيير مفصل، يعني في زوج ركابين غير لهم المفصل، وهذه غاليه بزاف، هذه العمليه بزاف غاليه. اولا ما عندي من نجيب الدراهم باش ندير هذه الاوبيراسيون، ما كان المهم ما اكمل الفيلم بلا ما نحكي لكم. يعني ان شاء الله برك ان شاء الله برك نكمل هكا في الريجيم ونريح وكاع، باسكو ما كاش حل. كيما شفتوا في الراديوات هذوك، يعني راه عندي الغضروف في واحد الجهه، يعني راه محكوك نتكل في هذيك الجهه الضيقه وما عندوش حل للاسف. دوكا راني نمشي 200 متر ننظر كبيه يفشلوا، ما نقدرش نطلع في لي زيسكالي. صراحه ركابيه كملوا عليا بزاف زعما، هكا ظهري نضريتو كاع من بعد فوتها مي نورمال، قلت نورمال وكاع. كيما دروك ما نقدر ندير والو، مع زاد الخبر تاع راح ينحوا البطاله وقاعيتك كمل عليا مالغري ما مقبلها كنت عايشه وكاع. وشده في ربي واللي خلق ما يضيع وكاع. مصابيش عندي الصحه بنبوجي، كوني ما تنيش في ركابيه ظهري معليش نقدر نشوف خدمه اللي ما تعبش ظهري ونخدم وكاع. بصح الله غالب معليش، قدر الله وما شاء فعل، وربي لينا واللي يخلق بيضيع ان شاء الله. المهم تهلاو في رواحكم، تهلاو في رواحكم بزاف بزاف، وتهلاو في صحتكم و... وحاولوا تاكلوا ثان ماكله صحيه. والله انا حكمني التهاب، ويعني التهاب في الجسم، كي طلع لي وليت ننتغم فاني، وليت ما نقدرش نتنفس، عن بالي القلب. كي رحت ندير راديو على القلب ما كان والو، مدت لي الطبيبه لي زاناليز هو لقيناه التهاب. من واش هذا الالتهاب ما على بالناش من واش، لحد الان مازال ما شخصوليش من واش. قالتي واحده الطبيبه قالتي ممكن من اكل غير صحي، ممكن من اي حاجه يحكمك. وهذا الالتهاب ماشي بسهل باش يروح، ولا طول في الجسم يولي مرض مناعي شغل، جهاز المناعه كي ما يتعرفش عليه
يولي يحارب نفسه، يولي يحارب بالجسم. كما انا دروك هذا الالتهاب كما يتعرفش عليه جهاز المناعه يولي يحارب المفاصل. دروك راهي عندي المفاصل تاعي كشغل كامل راه فيهم صوت. كان عندي في ركابيه هذيك تاع الغضروف، خلينا عندي ركابيه زعما على جال الوزن الزائد وكاع، وعلى جال عندي عضلات الفخذ ضعاف. ايا الركابيه تاعي ما حملوش الثقل، هذاك الغضروف انتحك. بصح دروك في المرفق تاعي كي نفتح ذراعي هكا نسمع صوت لداخل في هكا في الخد تاعي، يعني وين المفاصل. يعني هذا الالتهاب يهاجم المفاصل. يعني ردوا بالكم ردوا بالكم، والله صحة والله ما هي سهلة. احنا رايحين وناكلوا، خصوصا انه ماكلتنا ما هي صحية، ما هي واكلوا نزيدوا احنا نخربوا زعما. قصدي حتى الخضرة والفاكهة ماشي تجي صحية كيما تاع بكري، ونزيدوا احنا نخلطوا في الدار الفرامج والصوالح والمعلبات. هيا كملنا الباقي. المهم اللي عندها اي سؤال تخلي لي، ما على باليش الا كنت حكيت لكم كاع المعلومات ولا لا. اللي عندها اي سؤال تخلي لي في التعليقات وراح نجاوبها ان شاء الله. المهم لاخر مره راح نقول لكم تهلاو في روحكم وتهلاو في صحتكم. صدقيني يا اختي مي تنفعك لا دار لا ذراري لا راجل لا حتى حاجه. صحتك تخطيك صحتك صايي تقعدي عند الحيط وتبقاي تشوفي. ما لا تهلاي في صحتك، وكي تهلاي في صحتك انتي وتكوني مليحه انتي يكون ولادك ملاح تكون دارك مليحه. ما ديريش كلش على حساب صحتك. المهم اخواتاتي وصلنا الى نهاية الفيديو، اترككم في رعاية الله وحفظه. نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله.